السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفة تاع اليوم هي وصفة صابلي بريستيج بشكل راقي والبنة بزاف بزاف بنين. نتمنى أنكم تجربوه. ما نطولش عليكم، نروح مباشرة إلى المقادير. بالنسبة للمقادير عندي 250 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ، 3 مغارف زيت سونغو، زوج حبات بيض كاملين بدرجة حرارة المطبخ تاني، ملعقة صغيرة لافاني. اللي ما يحبش لافاني تقدروا ديروا ملعقة صغيرة قهوة نسكافي. ونجيب الباتور تاعي نضرب به. هنا تقدروا تخلطوها بيديكم، لكن من المستحسن انه تخلطوها بالباتور باش هذيك الزيت تضرب مليح مليح. نضيف المكونات الجافة. عندي كأس إلا ربع سكر جلاس، كأس إلا ربع مايزينا، رشة ملح، وزوج ملاعق كبار كاكاو مر. نخلط هاد المكونات مع بعضهم بسباتول. بعدها نجي نضيف الفارينة. بالنسبة للفارينة أنا كنت درت معاها ساشي خميرة كيميائية تاع 10 غرام، ودات لي حوالي 3 كيسان ونص فارينة. إذن هنا هاي لك العجينة اللي تحصلت عليها، شادة روحها ولكن طرية. نجي نديرها في بابي فيم وندخلها للثلاجة ترتاح حوالي نصف ساعة باش تعاوني في الخدمة. أنا بعد نصف ساعة أنا خرجت نصف العجينة نتاعي، مشيتها فوق بابي كويسون باش تعاوني في الخدمة، والنصف الآخر راني درتو في بابي فيم باش ما يبسليش وخبيته. نخدم بالنص باش ما تخرجش الزيت تاعها وما نعجنهاش بزاف. كل ما كانت الكمية قليلة اللي نخدم بها كل ما الحبة التوعي يخرجوا متحوفين أكثر. أنا جبت سرحتها رقيقة. شوفوا قطعت الحبات تاع الصابلي تاعي هكا رقاق، ما نقطعهمش خشان باسكو غادي نلصقوا اثنين مع بعضهم، ونزيدوا لهم طبقه تاع كريمه الزبده في الوسط. نكمل نطبع العجينه نتاعي كامل، ونكون سخنت الفور على 160 درجه باش نوجدوا الطياب تاع الحلوى. انا بعد ما كملت طبعت كامل الحبات نتاوعي،
نجي ندخلهم يطيبوا في الفور. ما نطيبهمش بزاف. هنا نروحو نحضرو كريمة الزبدة. بالنسبة لكريمة الزبدة عندي 125 غرام زبدة تكون باردة. نضيف عليها 2 ملاعق سكر غلاس و 2 ملاعق شونتيي. قلنا 2 ملاعق سكر غلاس و 2 ملاعق شونتيي و ملعقة صغيرة. انا خيرت اليوم ندير لها الكوت على فاني، نتوما تقدروا تبدلوا الذوق كيما حبيتوا. ونجي نضربها بالباتور و او ميم طون راني نزيد في الزيت، نزيد لها زيت سونغو. انا هنايا هذه الكميه خذت لي واحد الربع كاس تاع زيت سونغو، لكن نبقى نضرب ونزيد في الزيت حتى نشوف القوام تاعها ولا اللون تاعها ولا بيض، والقوام تاعها ولا ليكيد. هكا هنايا يعني بديت نضيف في الزيت حوالي، قلنا انا هذه الكميه خذت لي ربع كاس، تقدروا تزيدوا شويه على ربع كاس. قلنا حتى يولي القوام نتاعها يولي لونها ابيض ويولي القوام نتاعها ليكيد باش نحبس الزيت. اذا هنا بعد ما حطيت حبه مع حبه، شوفوا الشكل تاعهم كيفاش جاوني كامل على حبه، ما جاونيش مشققين. نجي نجيب بوشادوي ونعمر بها الزبده في الوسط. انا هنايا العدوي تاعي كانت تخشينه شويه ما ساعدتنيش في الخدمه، دونك خدمت كريمه الزبده بالمغرفه. هي من المستحسن انه العدوي تاعكم تكون رقيقه شويه، ولا تشدوا ساشي تثقبوه تعمروه باش تساعدكم في الخدمه. انا هنايا خدمت بالمغرفه، العدوي ما ساعدتنيش. هكا نجي نعمر الكميه نتاع كريمه الزبده ونعبز عليها بالعقل برك بس كل الحلوى تكون هشيشه باش ما تكسر لكمش. ونجي نحي الزائد من الاطراف، نكمل كامل الكميه نتاع الحلوى نتاعي بهذه الطريقه. اذا هنا بالنسبه للشوكولا خدمت بشوكولا نوار، ذوبتها في بان ماغي، وزدت عليها ملعقه زيت سونكو فقط. نجيب هكذا الحبه نتاعي نحطها فوق فوقشات، ونجي عندي ملعقه واحده اخرى راني نرفد بها الشوكولا بهذه الطريقه. بعدها نجي هكا ننفضها من الزائد تاع الشوكولا ونحطها تنشف فوق بابي كويسون باش يجيني الشكل تاعها متحوف بهذه الطريقه. نزيد ندير معكم حبه واحده اخرى، نجيب حبه نحطها فوق الفوقشات، ونجي نرفد الشوكولا بالملعقه ننفضها من الزائد. هنايا نجي للتزيين. بالنسبه للتزيين انا كان عندي حبيبات هكذا بيضاء، انتم تقدروا تزينوهم كما حبيتوا، شوش الورد ولا اي ديكور في راسكم. انا زينتهم اليوم بتزيين بسيط هكا، درت حبة كبيرة وحبيبات صغار فقط في الطرف تاع القلوب نتاعي. إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى أنه تجربوا هذه الوصفة. إلى اللقاء ونتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله.